بهدف توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري والتحصيل الضريبي. تشكيلت الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب برنامجا تدريبيا متخصصا حول كيفية توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وربطها بالعمل الإداري المواكب لتطورات العصر الرقمي. وكيل المحافظة للشؤون الإدارية عبد الله البكري أكد أن البرنامج يأتي ضمن توجه السلطة المحلية نحو التحول الرقمي وحوكمة العمل المؤسسي. استخدام الذكاء الصناعي في الارتقاء بالعمل بمكتب الضرائب، هذا المكتب الإيرادي الهام، يجب أن نطور من قدراته وإمكانياته العلمية والتقنية، وحتى نحافظ على المال العام وتنمية حصيلة الإيرادات. تأتي هذه الدورة حقيقة النوعية ضمن إطار اهتمامات قيادة السلطة المحلية بالتمكين المالي والإداري وللموظفي المكاتب الإيرادية. مدير عام بحوث التنمية الإدارية والتدريب جمال الجعفري والدكتور عبدو شملان مدير عام مكتب الضرائب أوضح أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكادر الوظيفية على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبناء منظومة متكاملة من القواعد والبيانات الذكية. الشراكة مع مكتب الضرائب بمحافظة مأرب وبرعاية كريمة من الفريق الأول ركن سلطان بن علي العرادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة، افتتحنا اليوم دورة نوعية خاصة بمنتسبي مكتب الضرائب حول استخدام أدوات الذكاء الصناعي لتحسين الأداء الحكومي في مكتب الضرائب. تستمر هذه الدورة لمدة أسبوع وتستهدف 40 من منتسبي المكتب، ونتوقع أن تقدم إضافة نوعية للعاملين في مكتب الضرائب. تحتوي هذه الدورة على استخدام مجموعة من التطبيقات التي لها علاقة بواقع الأداء بمكتب الضرائب والإيرادات المالية. في هذا اليوم المبارك ندشن دورة الذكاء الاصطناعي لتدريب موظفي مكتب الضرائب لعدد 40 متدرب ومتدربة بدعم من السلطة المحلية والتنسيق مع إدارة البحوث وتنمية المهارات. نشكر السلطة المحلية على هذه الدورة التي ستنقل العمل الضريبي إلى الأفضل وستحسن من عملية الأداء والإجراءات الإدارية في داخل مكتب الضرائب. تمثل هذه الخطوة انطلاقة حقيقية نحو إدارة ذكية للمؤسسات الحكومية. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي، محافظة مأرب.